حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه. بصوا يا جماعة، النهاردة هنعمل الأجنحة بتاعة كوكي وأسرارها كلها، وكمان تنفع مشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جبت طبعا الأجنحة، غسلتها بليمون ودقيق، وبعد كده نقعتها في محلول النقع بتاعنا، وبعد كده جبت بصلتين صغيرين وطماطمايه ورق لوري حبهان ملح وفلفل. ودي الخلطة الأساسية بتاعتنا بتاعة الفراخ، اللي متابعني عارف. هنجيب ميه بقى على النار بتغلي، فيها ورق لوري وحبهان وكرفس وزعتر، اسمه ايه، روزماري، معلش، وروزماري، وهنحط زعتر اخضر، وهحط ملح وفلفل وبس. وهنسيب الاجنحه تستوي تلات ارباع سوا. يعني انا مش عايزاها تستوي سوا كامل، انا عايزاها تلات ارباع سوا. وبعد كده نطلعها في صينيه ونسيبها تبرد خالص تماما. عايزه اقول لكم اوريكم الشوربه بتاعتها كانت تحفه بصراحه. تعالوا هنا بقى نجيب كوبايتين دقيق او كوبايه دقيق على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. هحط بابريكا، كله معلقه صغيره بابريكا كاري، ربع معلقه صغيره كركم، ما تكتريش كركم، معلقه بابريكا، فلفل اسمر، ملح، وكمان مكعب مرقه. وهنفضل نزود في الميه واحده واحده لغايه ما تكون عامله زي خليط بتاع الكيكه كده، ونقلب بقى من تحت لفوق. انا عايزه مفيش حته في الجناح تبقى مش محطوط لها. عايزه اقولك ان دي تنفع مشروع كمان يا بنات، حلوه جدا انك تعمليها وتبيعيها بعد ما تعمليها في الدقيق. الدقيق حطينا نفس البهارات اللي حطيناها. بصوا، هي الخلطه قصدي الوصفه النهارده مهم جدا البهارات فيها. حطينا في الدقيق برضو كاري، وما نكتريش كركم وما تكتريش بابريكا في الدقيق التاني. حطينا كاري وكركم وحطينا ملح برضو، وحطينا فلفل اسمر، وحطينا شعره بسيطه من البابريكا. تمام. وبعد كده عفرنا الاجنحه، وتنفع كمان في الدبابيس، تنفع في كل حاجه، تنفع في البطاطس. بصوا هنا انا سويت 3 في الاير فاير من غير الخلطه، يعني سويتهم كده بعد ما اتسلقوا، وحطيت معاهم شويه بطاطس عشان انا ممنوعه بصراحه من الحاجه المقليه. بصوا هنا بقى الزيت ده انا كنت قاليه محمره فيه بطاطس، مش فاهمه. واول ما حطيت البطاطس عمل رغاوي كده. البطاطس دي فارم فريتس، مش بطاطس انا اللي عاملاها. بصوا اللون يا جماعه، فعشان كده مرغي قوي كده. انا مستغربه جدا يعني بصراحه، يعني ممكن يكون نوع الزيت، معرفش بصراحه. وده شكلها، بصوا مش عايزه اقول لكم يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه. عملت جنبها طبعا مكرونه وبطاطس وسلطه، ودي الشوربه اللي طلعت منها. بجد لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني باللايك، وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. بجد جربوها، جربوها، من احلى الوصفات. الأجنحة الكوكي اللي كله بيدور عليها وبيسأل عليها. لا، يا رب الفيديو يكون عجبكم.